وخلونا نختم حلقتنا بتقرير صورناه في الجامعة الكندية، كان بيحث عن مبادرات كتيرة جدا، أهمها إزاي نقدر نشجع رجال الأعمال على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وحاجات كتيرة جدا. ونشوفكم على خير. ومعنا دلوقتي دكتور مروة لاشين، مسؤولة ومنظمة المؤتمر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك يا فندم. عاوزين نعرف الأول مين القائمين على تنظيم المؤتمر وإيه هي أهم أهدافه؟ المقيمين على المؤتمر الجامعة الكندية الدولية. طبعا احنا بنناقش دور مهم جدا هو الذكاء الاصطناعي. النهارده المؤتمر بتاعنا بيتكلم عن ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية في الذكاء الاصطناعي، والنهارده كمان احنا بنناشد الطلاب عن اللي هي ستارت اب، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طبعا بحضور النهارده دكتور غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، معالي السفير محمد العرابي وزير الخارجية سابقا، عندنا دكتور لميس نجم الدين النهارده مستشار محافظ البنك المركزي، عندنا النهارده برضو المهندس احمد يوسف، ناس من الثقافه، ناس من الاعلام، ناس من الهيئه من وزاره الاتصالات، الناس النهارده من شركات السويدي. لا النهارده مجموعه متكامله من طبعا البانل بتاعتنا، مجموعه متكامله بتتكلم عن رياده الاعمال، بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الماليه، اهدافها ايه، اثرت ازاي على المجتمع. طبعا في ظل هذا الدعايات القضائيه اللي احنا بنتكلم فيها في فلسطين اللي حصل. طبعا لا النهارده المؤتمر بتاعنا احنا عاملين فئه الشباب، موجودين ناس من بنك مصر، وموجودين النهارده ناس من بنك الاهلي، موجودين خبراء يعني تم دعوه بالفعل رجال اعمال. طبعا تم دعوه. طبعا احنا عندنا كمان الستارت اب، هي بتبقى موجوده عباره عن ايه، اللي احنا بنعمل دعوات تمام وبننشئ مشروعات صغيره ومتوسطه، وتبقى تحت رعايه طبعا رئيس مجلس الوزراء طبعا، وبنناشد في مقترحات احنا عاملينها المؤتمر، في توصيات طبعا بننفذها للمشروعات، ونبدا من هنا. طب في مشروع طبعا كسب من ضمن المشروعات عندنا في ستارت اب، دي من ضمن برضه فعاليات المؤتمر. طيب عاوز اسال حضرتك ايه الاستفادات الكبيره اللي نقدر ناخدها او نطلع بيها من مؤتمر النهارده؟ الاستفادات النهارده اللي احنا نعلم الشباب ازاي تبقى عندك بنيه فكره مشروع، ازاي تعمل مشروعك. النهارده بنعلمه ان انت بس ما تكونش على اساس ان انت موظف، لا احنا عايزين يبقى في عندنا فكر ريادي زي ما اطلق السيد رئيس الجمهوريه رؤيه 2030. النهارده فكر ريادي، التنظيم الريادي، ازاي تعمل مشروعك، ازاي يبقى عندك الفكر التطويري. عاوزين نعرف دورنا كمجتمع اتجاه ريادة الأعمال التكنولوجية واتجاه الذكاء الاصطناعي والحاجات اللي بتظهر جديدة، ازاي نقدر نتعامل معاها، وازاي نقدر من خلالها نقدر نشجع المستثمرين على الانضمام والدخول في الصناعات دي. اولا انا برحب بيكم في CIC وبرحب بيكم في المؤتمر العلمي الايجابي، وهو موضوع مهم جدا في هذه السنوات الاخيره عن الذكاء الاصطناعي وعن الميتافيرس وغيره من الادوات الجديده اللي مهمه جدا بتدخل في مجتمعنا، والعالم كله المتقدم اخذ بهذا التقدم. وطبعا المؤتمر بيجمع بين هذا ورياده الاعمال اللي هو بيحاول يقدم صورة إيجابية للشباب عشان يتناول موضوعات جديدة ويدخل يمارسها، فبذلك بينتج مجتمع إيجابي صناعي من خلال التنمية المستدامة اللي بيطالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية الاقتصاد وأهمية هذا الاقتصاد الوطني اللي بيساهم في تطوير البنية التحتية والبنية الاقتصادية وكافة الموجودات اللي موجودة في الدولة. دكتور قول لي النهاردة ايه الاستفادات اللي نقدر نخرج بيها من المؤتمر؟ طيب الاستفادات النهارده اللي ممكن نخرج بيها من المؤتمر ان احنا كبيبل لازم ننمي العنصر البشري، لان هو يعتبر عنصر اساسي
في رحله التحول الرقمي، وعنصر اساسي ان انا اعمل artificial intelligence. ومن ضمن الحاجات المهمه اللي اتكلمنا فيها ان احنا لازم نشتغل مع الارتفيشال انتليجنس مش ضده، لان ببساطه التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي هو ودي نقطه اثرناها مش هيمحي وظائف، بل بالعكس هو خلق وظائف جديده. زي ما هو قلل في بعض الوظائف زي مثلا حفظ المستندات، هو كرييتد او خلق وظائف جديده زي وظائف السوشيال ميديا، زي امن المعلومات، زي هندسه البيانات، زي تحليل البيانات، زي الاي تي. فالكونسبت النهارده ان العامل البشري هو يعتبر من اهم العناصر الاساسيه لنجاح رحله التحول الرقمي، واهم العناصر الاساسيه ان احنا نعمل ارتفيشال انتليجنس. والارتفيشال انتليجنس هو هيسرع رحله التحول الرقمي وهيخلينا نسبيد تو ماركت او نتواجد في السوق ويعمل ميزه تنافسيه. انا سعيده جدا بوجودي في مؤتمر زي كده. الذكاء الاصطناعي ده شيء كويس جدا ومستقبل، فاحنا لازم ندرس كويس قوي اي خطوه قبل ما نشجع الشباب او نشجع الطلبه ان هم ياخدوا اي حظوه فيها. فدلوقتي تبادل الخبرات، يعني كل الناس اللي موجوده جوه بنتبادل الخبرات، بنسال وبنفهم وبنعلمهم. الذكاء الاصطناعي شيء كويس جدا بس سلاح ذو حدين. انا لازم انا اللي اشغل الذكاء الاصطناعي، انا كشخص اللي بديله البيانات اللي انا محتاجه اعرف الرد عنها، انا اللي لازم احسن استخدامه للصالح كله. الحقيقه المؤتمر بيتكلم عن التكنولوجيا بشكل عام، واحنا في مجالنا هنربط التكنولوجيا بالتنميه المستدامه. بنتكلم عن الامن الغذائي والامن المائي طبعا، وده اهم حاجه في التنميه وفي جزئيات التنميه المستدامه. مبقاش رفاهيه دلوقتي، احنا بنلاحظ ان احنا محتاجين التكنولوجيا اولا في الزراعه عشان نغير موقيت الزراعه مثلا، محتاجين التكنولوجيا في الوصول لمثلا مصادر جديده للميه، ازاي ان احنا نعمل تنقيه للميه. فاحنا الحقيقه وسائل التكنولوجيا مهمه للبيئه بشكل عام، لاخبار المواطنين، لعمل بنوك من المعلومات المواطنين تكون عارفه بيها معلومات عن البيئه، لادراك المشاكل البيئيه وهكذا. اهلا بيك، اهلا وسهلا بكم، شرفتونا. ام هاشم وهبه، باحث دكتوراه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه القاهره، مدير عام بالتلفزيون المصري، نائب رئيس قسم علوم الدماغ ونقاط القوى جامعه باشن بامريكا، محاضر في معهد الاذاعه والتلفزيون، وضيفه في المؤتمر النهارده. اهلا وسهلا بيك. عاوزين نتكلم النهارده بقى عن ازاي نقدر احنا كدول نامية نقدر نواكب العصر ونقدر فعلا نوصل للتقنيات العالية في حين او في ظل ان التقنيات دي بتحتاج فعلا تكاليف باهظة الثمن زي ما بيقولوا. اولا التحول الرقمي اصبح حاليا يعني امر ملح، لم يعد رفاهية. العالم الآن بيسير بوتيرة متسارعة جدا نحو التقنيات الرقمية. لو جينا بحثنا الأمر في الدول النامية، الدول النامية هي دول يعني بيحتل معظم 50% من سكانها تحت معدل الفقر. طيب ازاي يبقى الفرد هنا فقير؟ بمعنى انه هو غير قادر على انه يتحمل تكاليف الوصول الى الانترنت. فهنا بينشأ ان بتبقى في المجتمع هنا بيتقسم لكاتيجوري، ناس بيبقى قادرة على الوصول للإنترنت والاستفادة من مزايا التقنيات الرقمية، مع وجود فئة أخرى غير قادرة للوصول. ومن هنا بتنشأ جاب أو بتنشأ فجوة اللي بنسميها ديجيتال ديفايد. ديجيتال ديفايد اللي هي الفجوة الرقمية بين من يستطيع ومن لا يستطيع. من يستطيع أو لا يستطيع ده سواء بقى يستطيع الوصول إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية، هل هو مثلا غياب في المهارات أو القدرات الرقمية الواجب أنه هو يتمرسها أو الجاب أنه هو يتخذها لكي يستفيد من التقنيات الرقمية، أو الجاب دي ممكن تكون جاب في الدخل أنه هو دخله محدود بالتالي غير قادر على أنه يستفيد من التقنيات لضعف الدخل لديه. فكرة المؤتمر نفسه هي فكرة كويسة قوي، وده يمكن اللي الدولة المصرية النهاردة بتحفز فيه الشباب كله بالكامل. النهاردة الشباب اللي موجود للأسف زي ما فخامة رئيس الجمهورية في أغلب مؤتمراته حضرته بيتكلم على إن كل شاب لازم يسوق لنفسه كويس. ويسوق لنفسه يعني إيه؟ يعني يختار المجال اللي يقدر إن هو يلاقي فيه فرصة العمل بعد ما يخلص فيه. وضرب مثل بكليه تجاره او كليه اداب واتيفر ايا كان. انما المؤتمر النهارده فكرته الجميله في ان ازاي النهارده مجالات التحول الرقمي والمجالات بتاعه الذكاء الاصطناعي
والمجال بتاع الامن السيبراني. كل الكلام ده النهارده ازاي ولادنا يقدروا يتعاملوا في المجالات دي كلها بالكامل، ازاي النهارده يقدر يحول فكره من الفكر التقليدي العادي الى فكر متطور يقدر ان هو يتعامل بيه خارج مصر. النهارده الشباب المصري هو شباب ذكي جدا جدا، والشباب المصري بذكائه يقدر ان هو يقتحم المجال الجديد، سواء مجال الذكاء الاصطناعي، سواء مجال الحاسبات، سواء مجال النهارده عندنا شباب كتير جدا عنده 14 سنه و15 سنه بيعمل الروبوتس، وعندنا نماذج هايله جدا في الدوله المصريه. النهارده يمكن العالم كله بالكامل بدا يبص لمصر بقوتها في التكنولوجي وفي التحول الرقمي من اعتبارا من أزمة كورونا، لأن لقوا من المصريين والشباب المصري كله بالكامل وبيجروا ورا اللي يساعد البشرية في المشاكل اللي هتقابله في المستقبل، اللي بيساعد البشرية النهاردة في سواء في دراسته سواء في اللي هيساعده في المجالات العلمية المختلفة. عشان كده النهارده المؤتمر فعلا من الحاجات القويه جدا والجميله جدا. دكتور، عاوزين نتكلم اكتر عن الاهداف اللي بيقدمها النهارده المؤتمر لينا وللمجتمع بشكل عام. في الحقيقة المؤتمر النهاردة مهم جدا لأنه بيتكلم عن كيفية استخدام الذكاء الصناعي في الفترة اللي جاية في دعم المشروعات والإنتاج، ودي نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا. احنا كمشرعين بيهمنا جدا ان احنا نطلع على الجديد، ايه هو الجديد اللي نقدر من خلال التشريع نسهل عمله. يمكن قانون 152 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خد مننا فترة طويلة جدا في المناقشات وفي كيفية خروج القانون بالشكل والمحفزات اللي موجودة فيه، لكن يمكن كان في مادة وحيدة خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والشركات الناشئة. احتمال تكون دي كانت مادة مبدئية. مع التطور التكنولوجي اللي موجود والانفتاح القوي جدا اللي موجود على العالم واستخدام الذكاء الصناعي في الصناعة بشكل كبير وزيادة الإنتاج وكيفية التسويق ودعم السوق، أعتقد أن ده محتاج مننا إعادة مرة أخرى لصياغة التشريع بما يتلائم مع التطور التكنولوجي اللي موجود، لأن كثير من الشركات الناشئة التكنولوجية مثلا ما بيبقاش عندها مكان عشان تشهر شركة، فما يبقاش عندها سجل تجاري وبطاقة ضريبية مثلا، فحضرتك أنت مش شايفهم بالشكل الكافي كحكومة، وفي نفس الوقت مش قادر تديهم الدعم اللي هم محتاجينه. فالتشريع هنا هو اللي بيوصل الأفكار لبعض، هو اللي بيقول للحكومة إيه اللي تقدر تقدمه لهذه الشركات في المرحلة القادمة، وهو اللي بيسهل عمل الشركات دي. الحقيقة في البداية الواحد سعيد جدا انه هو بيحضر يعني مؤتمر بهذا الأهمية في موضوعه في وقت حرج جدا، وفي وقت يعني الدولة بتمر بيه بتحديات كتيرة جدا جدا. الموضوع في ذات الأهمية في الفترة الحالية هو وارتباط رواد الأعمال بالاي اي وبالتطور التكنولوجي اللي العالم كله بيشهده. مصر الحقيقة في ال10 سنين الأخيرة كانت بتواجه تحديات كتير في مجالات مختلفة، ولعل أهمها يمكن الملف الاقتصادي أو ملف الأعمال. فبتكمن هنا كلمة السر بالنسبة لنا في رواد الأعمال. هم دلوقتي البلد يمكن تكون بتعول عليهم أكتر، لأن هم أكتر فئة عندها أفكار وتقدر تحقق الطفرة وتحقق النقلة دي بشكل أو بآخر. استخدام ال AI في المجال الانتربرينورشيب خاصة في فئة مثل فئة الشباب، هم أكثر إبداعا، هم أكثر أفكارا، عندهم أفكار كتير جدا، ولذلك استخدام ال AI في مشروعاتهم وفي أفكارهم هيحقق طفرة كبيرة جدا.